شتم الخطيب؟ حد غلط في الخطيب؟ حد قال ادب على الخطيب؟ ما حدش جرأ لا جمهور يغلط في الخطيب. مرتضى منصور 14 بطوله، انا هوريكم ورق من اول مره هطلعه، اكتر من 100 بطوله في السبع سنين بتوع مرتضى منصور. ولما مرتضى منصور يعدي سنه كبيسه حصل فيها اللي حصل، كل يوم نشتمه، نشتم امير ومراته واحمد ومراته، نشتم مرات مرتضى منصور وعيال مرتضى منصور وسبوب وما اعرفش ايه. وهو اي عيل بيكلم الفلوس اللي عند مرتضى منصور لو وقف عليها هيطلع البرج. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم كلام قله ادب وحقاره، مسخره. هيضيعوا النادي، اقسم بالله هيضيعوا النادي، اقسم بالله هيضيعوا النادي. عاملين الرجاله على مرتضى منصور ويقول لك اصل ما اعرفش ايه. طب ما الزمالك اتدمر 50 مره مع غير مرتضى منصور، عملت ايه؟ عمرو حسين ما قتلش دمر النادي، عملتوا ايه؟ محدش فيهم ناطق. يقول لك اصلها مساله جنائيه، جنائيه ولا مش جنائيه؟ انت كتبت حتى وقلت حق الراجل الغلبان اللي مات ده ضربكم بالنار، خدتوا الراجل ومشيتوا، خدتوا القتيل ومشيتوا، ما نطقتوش. ومرتضى اللي بيقول احلام الجماهير على راس الجماهير، جذبه الجماهير، ده نشتمها. احنا كده سعاده الجماهير، احنا كده. اسمع الكلام. ودولتنا انا والله العظيم اقسم بالله عاشق للسيسي، عاشق ليه بجد. هو الدوله ده عايزه انضباط. احنا شعب لما بيفكروا السكه بيولع في كله يعني هو وبيدمر، مش احنا بنهد الشعب كله طبعا. مجموعه او المعظم او اللي راح مراد عشان ملوش ده كل اجنده، وبيشتم في ناس اجنده بتتنفذ. احنا لازم تفهموا دي، اللي بيحترمنا دي اجنده كويس بتتنفذ معانا. جماهير الزمالك داخل، انا سؤال، مؤامره قطريه. جماهير داخل النادي وليه؟ كلها حسن الاهلي لازم ياخدوا منين؟ دخلوا ياخدها من قطر مع مرتضى على منصور. صادق. شوف على صادق يقول في الجزيره وكان يوم النادي الاهلي وضربه بتعمل ايه؟ والدوله ساكته. النادي الاهلي بتحتفل بالبنا صح يا حاج سيد وسيد قطب وكل رموز اخوانيه وضد الدوله واطرافه، كله ضد الدوله. عملت الدوله ما عملتش حاجه. شفت علينا احنا الناس بتاعنا وطني. انا مش عارف، انا مهاري مش السجن والخاين العميل محمد عبد النادي المنافس ده مرتضى ما بهزرش. يبوس ايديه مرتضى منصور ضيع نفسه عشان الزمالك، الصوره مع ان انت لو مكانه او انت مكانه عدي انا اقعد في مارينا يا باشا في بيتي واعيش مالك. واعلن ان انا انما بعد ما ادوا ورقه انا تعمل حاجه جماهير الكبان، في الامن جماهير العام الكبان البيوت وبقولها تاني وقفوا في ظهر هفضل مع مرتضى. هتحبس. انتوا عايزين الفيفا ومش هبطل. انتوا عملتوا ايه؟ وهتهيجوا الناس جمهور عليكم الجبان لازم والناس مش يتحرك ناقصها حاجات. ويدعم الراجل ده عشان مسؤولين الدوله تقع.